المسلم ينبغي عليه أن يتأنى في الأمور الحساسة الخطرة، خاصة ما يتعلق بالأعراض. بس معلش ولا معلش ولا خلاص الانسان هذه عمرها كامل تكبر وتكبر يا ودي سمح لي لا تربي بكلمتين مختصرين كلمتين مختصرين علاش تحلف في بنتك ما نحلفش ما تحلفش ما انا والله عارفوك الناس مثال حد كرهني في بنتي انا والله ظاهر مستواك شنو كلمتين تعرف شنو كلمتين سامحني نخليكم مهله نتاع ما عندوش يشرف بيعمل في شيء عندي صلى الله عليه وسلم خليها اسمعني يبارك فيك. وأن اللعان يكون أمام القاضي أو الإمام أو من ينوب عنهما، وأن اللعان يكون عند عدم وجود الشهود والأدلة المعتبرة شرعا على وقوع الفاحشة. الفراق الذي يقع باللعان لا يحتاج إلى طلاق على القول الصحيح، بل بمجرد وقوع اللعان يقع الفراق. فإن الإعراض عن الحق من أسوأ ما يكون أثرا، والإعراض عن الحق هو التولي عنه وعدم قبوله، وهو على قسمين: الأول الإعراض بمعنى الجحود والإنكار، والثاني الإعراض بمعنى ترك العمل بالحق. وقد بين الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات في القرآن المجيد خطورة الإعراض عن الحق. قال ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما لك ألم تقرأ كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله رب العالمين لا يضيع عنه شيء، وأن الإنسان ممتحن في هذه الحياة بكلمته ونظرته وسمعه وبكل ما أتى منه من خاطر من شارد ووارد، وأن الأمر جد لا هزل فيه،